ما أعظمك يا وطني يا بلد المغرب، ما أعظمكم يا لاعبي المغرب المكافحون، وما أعظم الله سبحانه خالقكم. كان لنا ملحمة التلاحم، ملكا وشعبا، أفارقة وعرب، وكافة شعوب العالم المشجعة لمتابارات الصداقة. لعبنا مباراة حضرت فيها معاني القتالية الوطنية والشرف، مباراة ظهرت فيها أسمى تجليات بر الوالدين والوفاء للعائلة، مباراة بزغ منها ضياء الثقة بالنفس، مباراة سجلت أرقاما جديدة على صفحات التاريخ الكروي العالمي، مباراة شاهدنا فيها أمهاتنا في الملاعب القطرية الجميلة، شاهدنا دموع أطفالنا الأبرياء، شاهدنا رقص الشيوخ والنساء الطيبات، شاهدنا فرح أخواتنا وإخواننا في فلسطين، شاهدنا احترام العالم لنا. فعلا لقد كتبنا تاريخا جديدا بمداد العرق الطاهر، تاريخا لن تمحوه القرون. فها نحن بعد قرن كامل من انطلاقة المنافسة العالمية نؤكد قوة القارة الإفريقية، مؤكدين قوتنا. ها نحن الآن ملجمين لكلمة الحظ، لأن من يقهر الطور الإسباني بطل العالم، ومن يضرب البحار البرتغاليين قاهر أبطال العالم، ومن يهزم وصيف الترتيب العالمي بلجيكا، ومن يتعادل مع كرواتيا وصيفة بطل العالم وقاهرة سحر كرة القدم الصنباء، من يحقق هذه النتائج لا يعترف بالحظ. ولأجل هذا الإصرار والاجتهاد عادنا الحظ وعدم نزاهة التحكيم، وخسرنا خسارة الشرف أمام تحكيم يمكن أنه متورط. كان للمغاربة شعبا وملكا، إنجازات مبهرة صفق لها العالم. ها نحن الآن على صورتنا أسود أقوياء، ولنا مكاسب يجب استثمارها مستقبلا. إنه المغرب بلد الإبداع والكفاح والاستماتة. لتأكيد قوة الذات المغربية الأصيلة المفتخرة بتاريخها وثقافاتها ورياضها، إنها الأمة المغربية. وشعارنا الدائم: الله، الوطن، الملك، وعاشت الأمة المغربية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.